السلام عليكم ورحمة الله. تالتة إعدادي لغات، أهلا بيكم. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله أول شرح فعلي لمنهج الجيومتري الخاص بحضرتك في الفترة دي أو في الترم ده. طبعا أنا بقول الشرح الفعلي لأن كان في فيديو قبل ده كنا بنتكلم فيه عن شوية أساسيات لازم تكون عارفها قبل ما نبدأ نتكلم على الجيومتري الجديد. واضح إن الموضوع اللي هنتكلم عنه كذا درس أو تقريبا كل الدروس هو موضوع السيركلز. انا هبدا اشتغل على السيركل. ايه يعني السيركل؟ كل ما يخص السيركل. طب تعال نرجع لورا شويه، نبدا من الاول خالص بشويه definitions مهمين جدا على السيركل. هنقول هنا definitions and concept، شويه مفاهيم. طبعا الكلام اللي على الجنب ده احنا راجعناه. اول حاجه تخص السيركل هي هنا نمبر 5 في البي دي اف بتاعنا. بنقول مع بعض يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. Where is the pen؟ أين القلم؟ خليكم معايا يا جدعان أهو. I'm here معاكم يا جماعة، معلش. بسم الله. بيقول لك إن السيركل دي أول حاجة لازم نعرفها عنها النقطة اللي في النص دي اسمها إيه؟ اسمها سنتر. اسمها سنتر. بعد كده أي نقطة على السيركل وليكن نقطة بي مثلا، لما نوصل نقطة من على السيركل لحد السنتر بينتج الخط اللي بينتج ده اسمه ايه؟ راديوس. هذا الخط اسمه راديوس. طبعا اشهر حاجه في السيركل هو الراديوس والرمز بتاعه ار. ملحوظه صغيره يا جماعه، انا لو جيت اتكلم عن السيركل دي عايز اقول اسمها سيركل. سيركل مين؟ قال لي السيركل اسمها بيتاخد من سنترها، من السنتر بتاعها. يعني دي هيبقى اسمها سيركل اي. طب ودي بص هنا السنتر اسمه ايه؟ ام، فيبقى اسمها سيركل ام. قدام هتعرف ان ساعات بيبقى فيه مساله فيها تو سيركلز، مثلا سيركل هنا وسيركل تانية مثلا هنا، فيجي يقول لك انا مثلا هنا دي اسمها سيركل ام، دي اسمها سيركل ان، يبقى السيركل بتاخد اسمها من سنترها، من السنتر بتاعها. خلاص قلنا من شويه ان لما اوصل خط من هنا لهنا من السنتر حتى البوينت اللي على السيركل من بره، الخط اللي نتج ده اسمه ايه؟ اسمه راديوس. اسمه ايه؟ راديوس. طيب لو جيت مثلا اجيب نقطه من هنا ورحت معدي على السنتر بس كملت، هذا اللاين سيجمنت ماشي اتمسح خالص، حاضر اهو. اللاين سيجمنت ده اللي هو وليكن بدايته هنا A نهايته هنا B وعدى على السنتر اسمه diameter. ومعروف ان الديامتر كطول دبل الراديوس. ماشي؟ يعني لو الراديوس ب 5 يبقى الديامتر 10، لو الراديوس ب 4 يبقى الديامتر 8. طب العكس، لو الديامتر 8 يبقى الراديوس 4، لو الديامتر 6 يبقى الراديوس 3 وهكذا. طيب كان في بقى خط تاني بيترسم من النقطة دي للنقطة دي وما يعديش على السنتر، كان اسمه ايه؟ كان اسمه كورد. هذا وليكن اسمه مثلا سي دي، هذا السي دي اسمه كورد. اسمه ايه؟ كورد. اي لاين سيجمنت يا جماعه تتوصل من بوينت لبوينت يبقى اسمها كورد. وليكن هنا اي سي اي اسمه كورد، اي بي اسمه كورد. للعلم هذا الاي بي ايضا كورد بس بنقول عليه ذا لونجست كورد، يبقى الدايمتر هو اللونجست كورد ان ذا سيركل. تاني، يبقى اي لاين سيجمنت تترسم من نقطتين من نقطه لنقطه على السيركل اسمها كورد. هذا الكورد لو عدى على السنتر يترقى يبقى اسمه دايمتر. خلاص؟ يعني الدايمتر كان في الاصل كورد ماشي، بس عدى على السنتر فبقى اسمه سبيشال نيم، بقى اسمه دايمتر. ماشي، عايزين نعرف ايه تاني؟ تعال اقول لك. بص يا دكتور يا باشمهندس، ربنا يكرمك وتوصل للحاجه اللي ترضي ربنا عنك ويتفرح بيك اهلك يا رب. بص يا حبيب قلبي، لما نيجي نبص على الحته دي، الحته دي بالعربي اسمها قوس او قوس.
عندنا هنا بقى في الماث في الجيومتري بنسميها ارك. فانا عندي هنا ارك سي دي، الرمز بتاعه بيتكتب ازاي؟ تكتب كده سي دي وتعمل فوقيه علامه الارك. خلي بالك سي دي بس كان كورد عليه لاين سيجمنت كان كورد. طب نفس الكلام ده اسمه ايه؟ سي اي ارك. طب وده اسمه ايه؟ اي دي ارك. من الحاجات الثابته يا جماعه في السيركل انك لو خدت الاركس دي كلها مجموعهم كلهم 360 ديجري. مجموع الاركس دي كلها يا جماعه في السيركل الواحده بيبقى 360 ديجري. خلاص؟ وهتعرف ده اكتر في يونت 2 باذن الله. طيب عايزين نعرف برضو او نفتكر معلومتين عن السيركل. في حاجه اسمها الاريا اوف سيركل، في حاجه اسمها البريمتر. بريمتر السيركل يا جماعه ليه اسم مختصر او ليه اسم سبيشال كده اسمه سيركمفرنس. ايه هو قانون الاريا بتاع السيركل وايه قانون السيركمفرنس؟ بص يا باشا، قال لي هنا الاريا هتبقى باي ملتبلاي الراديوس سكويرد باي ار باور 2، اما السيركمفرنس 2 باي ار. الناس بتتلخبط يا جماعه. بص يا حبيب قلبي، طول ما هي اريا يبقى فيها باور 2. مش الاريا دي بتيجي تقيسها بحاجه اسمها سنتيمتر سكويرد صح؟ او متر سكويرد، فتفتكر على طول ان الاريا هي اللي فيها سكويرد فيها الباور 2. اما البريمتر ال2 تحت 2 باي ار. مفيش حاجه بقى اسمها 2 باي ار باور 2. ما تجيش تقول لي ايه هو انا مش عارف هي ال2 فوق ولا تحت، فتيجي تروح حاطط 2 تحت و2 فوق تبقى 2 باي ار باور 2. كده انت 100% غلط تماما. فاهم؟ يعني اجي اسالك عن ايه البريمتر، تلاقي واحد يقول لك ايه 2 باي ار، وتلاقيه بص لك كده لو انت ايه، لو انت هزيته او لو انا هزيته كده يروح عامل ازاي؟ باور 2. طب ده تماما غلط. بريمتر او سيركمفرنس 2 باي ار، اريا باي ار باور 2. تعال نبص تاني على هذه المصطلحات. ادي الراديوس، ادي الدايمتر، وهذا هو الكورد، ثم الاريا والسيركمفرنس. طيب بعد كده بيجي يقول لي ايه؟ السيمتري ان ذا سيركل. اي سيركل يا جماعه لو جيت بصيت على السنتر بتاعها كده، في عندنا حاجه في الماث اسمها اكسس اوف سيمتري. ايه الاكسس اوف سيمتري ده؟ ده ستريت لاين بيقسم الشكل لجزئين متطابقين نسخه من بعض. الستريت لاين اللي يقسم اي حاجه لنصين نسخه من بعض اسمه اكسس اوف سيمتري. فلما نيجي نبص على السيركل ممكن تيجي حضرتك تروح عامل كده مثلا، ده اكسس اوف سيمتري ولا لا؟ ليه؟ قسم السيركل نصين زي بعض. طب هل ممكن نقدر نرسم اي اكسس اوف سيمتري تاني؟ قال لي طبعا ممكن. يعني ممكن واحد يجي يرسمه كده، كده بقى 2 اكسيز اوف سيمتري، بقى الجمع بتاع اكسيز كده 2. طب ينفع حد يرسم حاجه ثالثه؟ طبعا ممكن واحد يجي يرسمه كده. طب ممكن واحد يرسم واحد رابع؟ طبعا. واحد خامس؟ طبعا. معنى كده ان الوان سيركل ليها كام اكسس اوف سيمتري؟ تقول لي انفينيت نمبر اوف اكسيز. يبقى هنا the circle has infinite number of axes of symmetry. السيركل الواحده ليها عدد لا نهائي من الاكسس اوف سيمتري او اكسيز اوف سيمتري لو هنتكلم على الجمع. طيب تسمع بقى عن حاجه اسمها سيمي سيركل. ما هي السيمي سيركل؟ تقول لي النص دايره، هاف سيركل. تعالى كده نقول بسم الله ونرسم هاف سيركل. السنتر اهو، ما هو النص دايره كانك جيت من عند الدايمتر ورحت ايه؟ قطع السيركل، فبقى النص اللي فوق سيمي سيركل والنص اللي تحت سيمي سيركل. طيب هذه السيمي سيركل ليها كام اكسس اوف سيمتري؟ تقول لي اونلي 1. ليه؟ اهو يا باشا تيجي كده ترسم ده، فخلى فيه حته على اليمين وحته على الشمال. طب لو رسمته مايل شويه مثلا يعني كده، بالله عليك هل الجزئيه دي قد الجزئيه دي؟ لا. يبقى السيمي سيركل ممكن نزودها في الحته دي لو معاك الكتاب او معاك البي دي اف تكتب كده سيمي سيركل has one axis of symmetry. تمام. طيب تعالى بالملحوظات دي نشوف هل ممكن يجي لي مساله فيها بروف على شويه الكلام دول. ايه مثلا زي دي مثلا؟ بسم الله، ده سؤال سواء كان عندك في البي دي اف او في الكتاب او لا، افهم مني.
مش شرط يكون عندك، بس افهم معايا. اول ما نبص على الشكل ده هو عايز ايه؟ عايز ميجر انجل ام اللي هو مسميها اكس في المساله. طيب مدي لك انجل واحده. في الفيديو بتاع البروف كنت بقول لك في التراينجل لو انت عندك تو انجلز هتجيب الثالثه. اما في التراينجل ده عمل ايه؟ مدي لك انجل واحده بس. طب وبعدين اكمل ازاي؟ نبدا بقى نفتكر الملحوظات بتاعه الفيديو بتاع البروف مع الملحوظات بتاعه السيركل. لو ركزت ثواني هتلاقي ان هذا الخط MA is radius. طب و MB radius. طب ما انا عارف ان الراديوس بيبقى طوله متساوي، يعني الراديوس ده قد الراديوس ده. اوه يبقى التراينجل يتحول لايسوسيليس تراينجل. هتلاقي حد يبدا بقى ايه استفسارات غريبه كده، هو ينفع تراينجل جوه سيركل؟ هو ينفع سيركل جوه تراينجل؟ هو يا جماعه امشوا معايا في المنهج وشوف. هيبقى فيه تراينجلز دايما جوه السيركلز، قدام شويه هتلاقي فيه سيركل جوه تراينجل. فمفيش حاجه اسمها هو ينفع. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين ننقل بقى من الدلع والمسائل المباشره جدا جدا في السنين اللي فاتت لشويه شغل يعني الى حد ما قوي شويه. طبعا ده مش قوي، انا بس بمهد للناس. عادي ان يبقى في سيركل جوه ترانجل او ترانجل جوه سيركل. خلينا بس نستفيد بالمعلومات بتاعت الفيديو بتاع البروف في السيركل. خلي بالك انا لسه ما بداتش في اول ملحوظه عندك في الدرس او اول رول، اول ثيرم او اول كرولاري، ملحوظات ونتائج يعني ثيرمز نظريات ونتائج. المهم هنا انا خدت بالي ان ده ريديوس وده ريديوس، يبقى التراينجل ده اتحول لايه؟ ايسوسيليس تراينجل. طب في الايسوسيليس تراينجل بيبقى الانجل اللي في الاخر هنا A قد الانجل اللي في الاخر هنا B، دي 40 يبقى هنا كمان 40. طب لو الاثنين ب 40 اجيب الانجل اللي فوق المطلوبه ازاي؟ تقول لي 180 ماينس الاثنين، 180 ماينس الاثنين دول تطلع 100. هي المساله ككومبليت خلصت، كتشوز خلصت. انا بقى عايزك تبدا كل مساله تتخيلها هو انا اقدر اكتبها كبروف. ازاي؟ قول بسم الله وابدا معايا. مش انا قلت لك في الفيديو بتاع البروف ان دي عباره عن قصه؟ تعال نحكي القصه دي. انت بدات ازاي؟ او اول حاجه خدت بالك منها ايه؟ ان ده ريديوس وده ريديوس. دي اول حاجه هكتبها، فهكتب له كده سنس ام اي ايكوال ام بي. سنس النقطه من تحت ام اي ايكوال ام بي. طب انا عايز اكتب له السبب، اكتب له جنبها كده ايكوال ار. كل واحد من الاثنين دول عباره عن ريديوس، يبقى الاثنين قد بعض. ذن النتيجه بقى، ده السبب. ايه النتيجه؟ هتقول لي ميجر انجل ايه ايكوال ميجر انجل بي. ميجر انجل A ايكوالز ميجر انجل B ايكوالز 40 ديجري. طب بعد ما جبت الاثنين دول بجيب الثالثه ازاي؟ زي ما قلت لك في الفيديو بتاع البروف. انا فكره هكرر الجمله دي كتير زي ما قلت في فيديو البروف، هكررها كتير قوي. طيب هنا قلنا ايه؟ ممكن تكتب خطوه اللي هي since AMB is a triangle، تعمل كده since AMB is a triangle then measure angle A او M سوري equals 180 minus الاثنين اللي تحت 40 و40. ودي طلعت كام؟ طلعت 100 ديجري. تمام؟ للعلم اللي مش هيكتب الخطوه الزرقاء دي اللي مكتوبه بالازرق دي ما ينقص، البروف بتاعك مظبوط، ما ينقص حاجه. خلاص؟ طبعا كده كده الكلام ده انت هتكرره مره واتنين بايدك كتابه. عايز تكتب البروف ك 4 ستيبس ماشي، عايز تكتبه ك 3 ستيبس ما تكتبش حته ان هو تراينجل عادي. زي ما قلنا في فيديو البروف، هو يا جماعه ده يعني ايه؟ مش لازم يبقى بالملي. انا بشوف جبت الفاينل ريزلت صح؟ طيب المين ستيبس مظبوطه؟ ايوه خلاص خدت الدرجه. طيب كمان يعني كمان سؤال هنا بقى، يبدا يعلي الليفل. يعني ايه يعلي الليفل؟ يعني هو اوريدي مديلك الرسمه فيها طول السايد ده دي ايه قد طول السايد ده اللي هو اسمه دي ام. ماشي، وايه كمان؟ عامل سهم كده على الانجل اللي هنا وكاتب 27 تقريبا، هي برضو كانت تقريبا 30. ماشي خليك معايا ثانيه عشان الرسمه دي ايه متغيره في الكتاب، فاحنا ممكن نجيب الرسمه الاصليه. اين هي؟
اهي. ومثلا المساله اللي قبلها كانت 30 ما كانتش 40، يعني كان عندك هنا ده ريديوس وده ريديوس، كنت كاتب هنا 30، فهي نفس الفكره اللي فاتت. فهتلاقي 180 ماينس طبعا ده ريديوس وده ريديوس، يبقى دي 30 ودي 30. هنا بقى تبدا تاخد بالك ال 30 دي بتاعت مين؟ بتاعت انجل A. طب والاكس قصده على انجل M، ميجر انجل M. فهنا اعمل 180 ماينس 30 بلس 30 يطلع 120. فدي نفس المساله الثانيه بس هنا مع تغيير الارقام. طبعا لو عايز تكتب بروف هيبقى نفس الشكل اللي فات مع تغيير الفاينل ريزلت بس. طيب نفس المساله ثاني هنا اهو. فهنا مديلك ان الدي اي ايكوال الدي ام. ان شاء الله يكون الخطوط واضحه عندك وباينه. ومطلوب انك تجيب الانجل دي، هو مسميها اكس، احنا لو حابين نقراها ب 3 ليترز هتبقى سي دي ام او ام دي سي. طيب ومطلوب الانجل دي كمان اللي هي اسمها سي ام دي او دي ام سي اللي هو مسميها واي. فهو عايز يعرف اكس بكام واي بكام. زي ما قلنا في فيديو البروف لازم تكون قادر تحل السؤال اصلا عشان تقدر تكتبه بروف. فتعال نشوف السؤال ده يعني كحل ممكن يتحل ازاي. بسم الله. بيقول لك هنا في انجل هنا تحت ب 25. الانجل اللي تحت دي اللي هي دي ام بي ب 25. هو بقى مدي لك ان الترانجل ده ايسوسيلس. طيب دي ب 25 يبقى اللي هنا برضو ب 25. هروح جايب الانجل الثالثه اللي هنا 180 ماينس 25 بلس 25 يطلع 130. بعد ما تجيب ال 130 تبدا تاخد بالك من حاجه جديده. ايه الحاجه الجديده دي بقى؟ شايف الخط ده الستريت لاين ده، دي كانت بكام؟ لسه جاي منها ب 130. اللي جنبها بقى معروف يا جماعه دايما ان ستريت لاين لو عندك تو انجلز جنب بعض معروف ان الصم بتاع الاثنين دول ب 180 اسمهم تو adjacent supplementary. فاحنا كنا جايبين الكبيره مثلا ب 130، فلو عايز الصغيره هعمل ايه؟ 180 ماينس 130 فتطلع كام؟ تطلع 50 ديجري. كده انا جبت الانجل اللي جوه دي ب 50 اللي هي الاكس، اعمل عليها سهم كده واكتب ان دي بكام؟ 50 ديجري. مستر انا عايز اسمع الحته دي تاني، رجع الفيديو واسمعها تاني. بعد ما ترجعها وتسمعها لو محتاج يعني هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انا كنت عايز حاجات في التراينجل ده سي دي ام. بالرغم من كده انا رحت بدات الشغل بتاعي في التراينجل الثاني، ودي واحده من اهم الخطوات او الرولز اللي هنتفق نمشي عليها مع بعض. ما تروحش تبدا من التراينجل اللي هو عايز منه حاجات تاني، ما تروحش تشوف هو عايز ايه وتبدا من الحته دي، لا. انا بدات من الحته اللي اقدر اشتغل فيها. يعني انا هنا كنت اقدر اشتغل في الترانجل دي اي ام لانه كان مديني ان هو ايسوسيلس وكان مديني جواه انجل، فرحت من الجيفن اللي هو مديوني اشتغلت وجبت حاجه جديده. من الحاجه الجديده جبت انجل تانية وصلتني للترانجل اللي هو عايزه. الكلام ده مهم، حاول تفهم انا قصدي ايه. هو عايز حاجات في الترانجل ده، فالترانجل ده ناقص. ما تروحش تبدا وتبقى عايز تجيب الحاجه على طول، لا. روح اشتغل في الحته اللي تقدر تكمل منها او تجيب منها حاجه جديده. فانا هنا عرفت اجيب من الترانجل ده انجل اي دي ام. بعد ما جبتها رحت جايب انجل اكس او اللي هي انجل سي دي ام، وطلعت بكام الاكس؟ طلعت ب 50. فانا كده جبت اول جزء 50 ديجري. طب اجيب بالواي ازاي بقى؟ نبدا نقول بسم الله ونبص بصه كده. الكلام ده هيتكرر معايا كتير قوي 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 في جيومتري الترم ده. ايه هو؟ قال لي مش الام دي ده راديوس؟ والام سي ده برضو راديوس؟ ايوه. معنى كده ان التراينجل ده ام دي سي اصبح ايسوسيلس تاني غير الايسوسيلس اللي بره. طيب في الايسوسيلس هنا اكس، طبعا ده اللي اسمه البيس، ده ليج وده ليج، الاثنين دول اللي قد بعض، يبقى الانجل اللي اخر هنا اللي هي ال 50 قد الانجل اللي في الاخر هنا اللي هي سي. ليه هنا قلت سي بس؟ عشان ما فيش غيرها. اما هنا ما كنتش اقدر اقول دي، كان لازم اقول سي دي ام، وهنا اي دي ام لما اجي اشتغل على ال 150. طيب دي 50 يبقى اكيد اللي فوق دي كمان ب 50. هنا 50 وهنا 50، اجيب الثالثه من جوه التراينجل الواي اللي هو عايزها. 180 ماينس 50 بلس 50
تطلع معاك يا سيدي 80 ديجري. تاني احنا كده حلينا السؤال. يعني السؤال بتاعك دلوقتي، هو انا هقدر اكتب كل ده بروف يا مستر؟ باذن الله هتقدر. ازاي بقى؟ تعالى نحكي القصه من الاول. بعد ما انا حليت المساله هل اقدر اكتبها بروف؟ نسمي الله وتعالى نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بدأنا فين؟ بدأنا في التراينجل ده دي اي ام. هقول له كده ان تراينجل دي اي ام، بتاعت الناس البروفيشنال دي، الناس الدقيقه في كتابه البروف بتحدد هي شغاله فين او هتبدا مسارتها منين. هنا بدانا بايه؟ قلنا الدي اي قد الدي ام سنس دي اي ايكوال دي ام. خلاص التراينجل بقى ايسوسيلس، يبقى انا عندي انجل هنا قد انجل هنا، فهقول له ميجر اوف انجل اي اللي بره هنا مفيش غيرها، يبقى اقدر اقولها بلتر واحد ايكوال اللي هنا. اللي هنا بقى لازم 3 لترز دي ام بي او دي ام اي مش هتفرق. ايكوال ميجر انجل دي ام اي ايكوال كام؟ 25 ديجري. هنا كان ب 25 يبقى اللي بره كمان ب 25. عايز اجيب الانجل الثالثه، مش شرط تقول له ايه دي ام از ا تراينجل then the sum of the 3 angles equal 180. مش موضوع تعبير، على طول هنقول measure ADM equal then measure angle ADM equals 180 minus ال 225 اللي تحت، فطلعت 130 ديجري. على فكره هنا الاكس كانت طالعه 50. تمام حلو. طيب بعد ما جبت دي بقى، جبت دي ب 130، عايز اجيب الانجل اللي جنبها. لما قلت لك ان دول مع بعض اسمهم ايه؟ تو adjacent supplementary. في خط اهو ماشي اتمسح، في خط هنا، وعندك تو انجلز جنب بعض، يبقى التو انجلز دول مجموعهم 180. طب تعالى نمسح كده. طبعا وانت شغال بيبقى معاك قلم رصاص خفيف تشتغل بيه على الرسمه، او ترسم بره وتشخبط في الرسمه اللي انت راسمها. اوعى تبوظ الرسمه اللي هو مديها لك، تخبي حاجه كده ولا كده تبوظ. هنبدا نشتغل على ايه؟ على ده. فاحنا ممكن نقول له ايه؟ since CA is a straight line مثلا، او since ساعات بتتكتب يا جماعه مش شرط تتكتب بالملي زي المعاصر. المعاصر بيكتبها ازاي؟ يقول لك since دي belong للسي اي then احنا ممكن نقول له since CA is a line مثلا، then احنا كنا جايبين دي ب 130، فانا هجيب اللي هنا اللي اسمها A C D M measure angle CDM equals 180 minus ال 130 تطلع كام؟ 50، ودي هي الاكس. كده انا جبت اول جزء. عايز بقى اشتغل هنا. قلت لك هنشتغل هنا ازاي؟ هنشتغل هنا بالتراينجل، ده راديوس وده راديوس، فهنبدا نقول ان ده ايكوال ده، يبقى الاكس اللي هنا ال 50 قد السي 50. يبقى ممكن اقول له بقى ان انا اتنقلت للتراينجل ام دي سي، ان تراينجل ام دي سي سنس ام دي ايكوال ام سي لانهم راديوس، then ميجر الانجل اللي هنا ام دي سي، ميجر انجل ام دي سي ايكوال ميجر انجل احنا قلنا ام دي سي، يبقى هنا هنقول ام سي دي. الاثنين اللي فوق هم اللي هيكونوا ايكوال بعض عشان ده ايكوال ده، يبقى الاثنين دول ايكوال بعض. ام سي دي هي الانجل الثانيه ام سي دي، كل واحده فيهم ب 50. ما دام انا جبت الاولى ب 50 يبقى الثانيه ب 50. هنا بقى مش لازم اقول له ان ام دي سي از ا تراينجل، ممكن نقول على طول then measure angle سي ام دي الانجل الثالثه then measure angle سي ام دي equals 180 minus الاثنين دول 50 plus 50 تطلع 80 degree. طبيعي كل شويه تلاقي البروف بتاعك بيكبر، زي ما قلت لك هي قصه، فممكن يبقى القصه دي صغيره فيها شابتر واحد فصل واحد، ممكن قصه فيها 2 شابترز، قصه فيها 3 فصول، قصه فيها 4، قصه فيها 5، فانت بتكتب كل جزء لوحده كانك بتحكي قصه المساله. ده لو عرفت تحلها. يبقى باذن الله زي ما اتفقنا المساله اللي هتقدر تحلها ان شاء الله انا هقدر اخليك تعرف تعمل البروف بتاعها باذن الله طبعا
بتيسير ربنا، فمطلوب من حضرتك بس انك تكون بتذاكر عشان يبقى عندك القدره انك تحل الامثله. طب والبروف مع التكرار هتعرف ايه الحاجات اللي تتكتب وايه الحاجات اللي ما تتكتبش. طب انا عايز ازود كذا، ممكن. طب ممكن اكتب كذا، ممكن اقول لك لا، زي مساله الكونجرنت اللي شفناها في الفيديو بتاع البروف. في حاجات ما ينفعش تتكتب في الاول. خلاص؟ طيب خلصنا السؤال الثاني. معلش لو هطول معاك. هنا نفس الشكل بتاع مساله البروف بتاعت الكونجرنت. هل يا جماعه عشان انا اديت لك مساله للكونجرنت يبقى غصب عن اي شكل لازم تعمل فيه نفس الحركه؟ مش شرط. يعني ايه؟ اللي شاف الفيديو بتاع البروف اول ما شفت الشكل ده كان مدي لك مثلا حاجه ايكوال حاجه وحاجه ايكوال حاجه، فعملنا ايه؟ كونجرنت تراينجلز، صح؟ هل الحاجات دي متوفره هنا؟ ما اعرفش. فابدا ابص على مسالتي، هو عايز ايه؟ هو عايز يعرف طول الاكس دي بكام، وعايز كمان الواي دي بكام ديجري. عايز منك طول الاكس دي كام وميجر انجل واي ده بكام. مبدئيا يا جماعه اول غلطه الناس بتقع فيها عشان بيبقى فعلا هو الرسمه سواء كتاب المدرسه او المعاصر ما بتبقاش واضحه جدا. هذه 25 ديجري هل هي عند الام اللي هي بي ام اي؟ لا، هتلاقيه حاطط ارك فوق هنا. يبقى ال 25 دي بتاعت الانجل اللي فوق، بتاعت انجل بي اي ام على طول. ما دام هو مدي لك ارك يبقى الرقم المكتوب ده عند الارك ده. ماشي. طب وبعدين من الرسمه دي ايه اول حاجه تشد انتباهك كسيركل؟ تقول لي ام دي ام بي راديوس وام سي راديوس، يبقى ده ايكوال ده. حلو، ده احنا اللي استنتجناها. وايه كمان؟ والانجل دي في ستار هنا وستار هنا، يبقى الانجل اللي هنا قد الانجل اللي هنا. شكلنا هنروح للكونجرنت فعلا، بس ناقصني حاجه. الكونجرنت اوف تراينجلز لازم يكونوا 3 حاجات. فاكر الحيطه المشتركه؟ ايوه، هذا السايد AM is a common side. كده انا اقدر اقول ان في كونجرنت تراينجلز، صح؟ طب من الكونجرنت تراينجلز يبقى الاكس ايكوال 10. كده الاكس ايكوال 10 ديجري. السؤال بقى هجيب الواي منين؟ هتقول الواي اللي هي ميجر انجل سي قد ميجر انجل بي. طب واجيب بي منين بقى؟ في شابتر تاني، في فصل تاني في القصه دي، مش الكونجرنت بس وخلصت، لا. امال ايه؟ تعالى كده، خلاص احنا خلصنا الفصل ده. تعالى كده نمسح ونبص او نقلب الفصل ده ونفتح فصل جديد في القصه اللي بنقراها دي. بيقول لحضرتك هنا ايه؟ تعالى نبص بصه بعيده شويه في التراينجل ده ام بي اي. في هذا التراينجل مش ام بي راديوس؟ ايوه. وام اي راديوس؟ اي نعم. معنى كده ان التراينجل ده بقى ايسوسيلس. طب اللي فوق ب 25، خلي بالك دول الليجز، يبقى دي البيس، فاللي هنا قد اللي هنا، يبقى دي كمان ب 25. ما دام البي عرفناها ب 25، نرجع بقى للفصل الاولاني. مش البي كانت قد السي؟ يبقى السي هي كمان اللي هي واي ايكوال 25 ديجري. فهمنا الدنيا؟ ازاي اكتبها يا جماعه؟ تاني لو مش فاهم ارجع واسمع واحده واحده. لازم تكون عارف الحل قبل ما تدخل على البروف، لازم تكون عارف الحل. تقدر تقول المساله اورال. يعني ايه اورال؟ شفوي. يعني لو جيت انا اسالك دردش معايا في المساله دي، تعرف تقول لي يا مستر ده راديوس وده راديوس، فوق هنا يبقى انجل ب 25، يبقى الانجل اللي تحت زيها ب 25. ده انا ممكن كمان اروح اجيب الانجل دي 180 ماينس 25 و25 تطلع هنا 130، فتقعد تزود كده او تجود. مطلوب. ازاي بقى اكتب الكلام ده بروف؟ عندنا 2 تشابترز. حضرتك عايز تبدا بانهي فصل في الكتابه؟ هل عايز تبدا تجيب ان انت جبت ميجر انجل بي، ولا عايز تشتغل على الكونجرانت؟ ده صح وده صح. انا عن نفسي هبدا بالتراينجل اللي على اليمين، فهقول له كده ان تراينجل AMB since MB equal MA. ليه بقى الاثنين دول ايكوال بعض؟ ده ما قاليش ان كل واحد من الاثنين عباره عن راديوس. طيب ما دام ده ايكوال ده، يبقى الانجل اللي هنا قد الانجل اللي هنا، يبقى هقول له ذن ميجر اوف انجل بي. محدش يقدر يكلمك، قول بي بس. طب تطلع فوق تقول ايه بس؟ غلط، تنقص. ليه؟ لان في كذا كذا
انجل عند الاي، فانا ما ينفعش اقول انجل ايه، لازم احدد الحته اللي انا عايزها. فهتخلي حرف الاي في النص، تبدا كده ام اي بي ايكوال ميجر اوف انجل ام اي بي ايكوالز 25 ديجري. حلو كده، انا جبت البي ب 25. سؤال بقى، هل انا محتاج اجيب الانجل دي؟ لا، ممكن كطريقه حل اخرى، ماشي. بس اللي حل المساله اورال شفوي او منتال في دماغه عرف ان البي في الكونجرنت اللي هنكتبه دلوقتي هتيجي على السي، يبقى الواي على طول هتطلع ب 25، فانا مش محتاج اجيب الانجل دي. ممكن لو عندك حل اخر ينفع. انا دلوقتي بالحل اللي انا قلته معاك بالدردشه اللي درجناها شويه من شويه مع بعض ما احتجتش ان انا اجيب الانجل دي. فهنبدا بقى نقول له ايه دلوقتي؟ عايز اشتغل على الفصل الثاني بتاع الكونجرنت، فهنبدا نقول له كده ان the opposite figure او from the opposite figure. قلنا عشان اشتغل على الكونجرنت of the two triangles بعمل ايه؟ كنا بنعمل العلامه دي، ولو ما عملتهاش ما تنقص حاجه. اول حاجه انا عارف ان ام بي قد ام سي، اول خطوه ام بي ايكوال الام سي، ليه؟ كل واحد من الاثنين عباره عن راديوس، ادي واحد. تاني حاجه هو مديني الانجل اللي هنا ايكوال الانجل اللي هنا، مديهاني ازاي يا مستر؟ عامل علامه ستار وستار، يبقى الانجل قد الانجل، فاكتبها كده ميجر انجل. ما ينفعش اقول ام، هقول اي ام بي ايكوالز ميجر انجل الثانيه اي ام سي جيفن، هو اللي مديهاني. تالت حاجه قلنا هذا السايد ده اسمه كومون سايد، مشترك في الاثنين، اي ام از ا كومون سايد. ذن من الثلاثه دول، بص انا ممكن اكتب سنس واحده بس كده هنا، سنس واحده وكتبت الثلاثه دول. ذن ابدا اقول له بقى هذا التراينجل كونجرنت للتراينجل ده، تراينجل علامه الكونجرنسي كانت 3 شرط، ماشي، كونجرنت للتراينجل الثاني. تعالى ورا ده كده نقول اي ام بي او اي بي ام، اول واحد تكتبه براحتك عادي، فانا هكتب اي بي ام، اي بي ام. خلي بالك انا بدات اي بي ام، يبقى الناحيه الثانيه اي سي ام، مظبوط. من الكونجرنت بقى بنبدا نقول بعد ما تطبقوا على بعض نقدر نقول ان ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل سي، then measure angle B equal measure angle C اللي هي اسمها واي، يعني بكام كانت البي؟ كانت ب 25 ديجري. تاني حاجة الأخ AB هيجي على مين؟ هيجي على الأخ AC، يبقى طول ال AB أين ذهبت؟ راحت فين؟ أهي. ال AB جت قد ال AC، يبقى then طول ال AB equal طول ال AC equal 10 سنتيمتر، وهي دي ال X ب 10 سنتيمتر. طيب هل في أمثلة تانية قبل ما نبدأ بقى في أول رولز عندنا؟ لا، هنبدأ نشتغل يا جماعة كده في أول رولز عندنا في الدرس ده بإذن الله. إيه ده يعني اللي فات ده ما كانش رولز؟ لا يا حبيب قلبي، بص في حاجات هتضاف لمعلومات أول مرة تسمعها في حياتك. يعني حوار الايسوسيلس ده انت عارفه من زمان. موضوع ان التراينجل 3 انجلز ب 180 انت عارفه من زمان. فاللي هيحصل دلوقتي ايه بقى؟ معلومات خاصه بهذا الدرس فقط. تعالى نبدا ونقول بسم الله من اول وجديد ونشوف المعلومات الجديده في الدرس ده ايه. نسمي الله من اول وجديد ونبدا نشوف اول ملحوظه جديده. هو بيقول لك اسمها كرولاري، اغلبكم ما بيعرفش ينطقها بس مش مشكله عادي يعني. تقدر تقول ملحوظه يا سيدي عادي يعني. طيب بيقول ايه؟ بيقول لك in the circle الستريت لاين اللي بيعدي على السنتر and الميد بوينت اوف any chord هيبقى perpendicular على الكورد. في كتير منكم ما بيحبش يقرا الجمل دي، تعالى اوريها لك كجيومتري وبعدين اخليك دي اصل ممكن تيجي كومبليت تشوز تبقى جاهز ليها ان شاء الله. ايه كفايه ناموس. بص معايا، بيقول لحضرتك لو بصينا على الرسمه دي
ايه اللي انا شايفه في الرسمه؟ انا شايف ان الاي سي قد البي سي. طب احنا قلنا دي حاجه اسمها سي از ميد بوينت. اي مساله فيها سيركل وفي لاين معدي على السنتر زي اللاين ده، عدى على الميد بوينت على طول، هتلاقي ان الانجل دي بقت 90، بقى في بيربنديكولار. ما تهش بقى، حرام عليكي، كفايه. ماشي، المسحرات كمان بيسحرنا اهو. ماشي، فهنا بيقول لك ايه؟ ما دام السي ميد بوينت يبقى الام سي بيربنديكولار على الاي بي. لو السي از ميد بوينت يبقى الام سي بيربنديكولار على اي بي. احنا بنكتب الكلام ده كده بالظبط يا جماعه في البروف. since C is mid point. طب هي ميد بوينت لمين؟ في نص مين السي؟ في نص الاي بي. ميد بوينت اوف اي بي then ام سي بيربنديكولار على الاي بي. ممكن نزود بقى ان الانجل دي ب 90 او الانجل دي ب 90 او الانجل اللي تحت ب 90 او اللي هنا ب 90. لو احتاجنا ان احنا نستخدم انجل ب 90، شوف انت محتاج مين. يعني ممكن اقول له كده then measure angle MCA equal 90 مثلا. يبقى اول ملحوظه ان في السيركل في لاين معدي على السنتر ولقيته عدى على ميد بوينت او نزل لميد بوينت، هقول له ما دام نزل على ميد بوينت يبقى هذا اللاين بيربنديكولار على الكورد. بيربنديكولار على الكورد يبقى في انجل ب 90. المعلومه الثانيه العكس. يعني ايه العكس؟ لو هو ادالك ان اللاين بيربنديكولار على الكورد، اقول له على طول هنعكس كانه بدل الخطوتين. لو اللاين بيربنديكولار على الكورد هقول له يبقى النقطه دي ميد بوينت. في الجيومتري بتتقال كده او في الماث يقول لك ايه؟ ان اللاين بايسكت الكورد. يعني كلمه بايسكت يعني بيقسموا حتتين قد بعض. يعني بيقسموا حتتين قد بعض، يعني النقطه دي اسمها ميد بوينت. طيب لو هكتبه في بروف هيبقى جزء من بروف كبير دلوقتي. هكتبه ازاي؟ اول ما اشوف علامه ال 90 اقول له كده since MC perpendicular على AB then C is midpoint of AB. ممكن ازود بعد كده اقول له يبقى ال AC equal ال CB. يعني لو ده كله ب 8 يبقى هنا 4 وهنا 4 مثلا. خلاص؟ دول يعتبروا يا جماعه اكتر حتتين هيبداوا يتكرروا معاك من دلوقتي. ليه؟ لان ده يعتبر اول رولز جديده في ثالثه اعدادي، انت ما سمعتش الكلام ده قبل كده، فطبيعي هتحس ان هو غريب على ودنك دلوقتي. استنى، طول بالك، استهدى بالله، هتلاقي ان الكلام ده غريب على ودنك، ما شفتوش قبل كده. مش زي الايسوسيلس تراينجل، مش زي بايثاغورس، مش زي الكونجرانت. تمام؟ انا عارف ان حتى الكلام القديم ده كان يعني بنسبه كبيره منسي، يعني انت ناسيه خلاص، فما بالك بقى او تخيل ان ده لسه جديد. واحده واحده هنبدا نحط ده مع الحاجات القديمه. قبل ما اروح انا بس عايزك تبقى عارف الهايلايتس. بص يا حبيب قلبي، خلي الحته دي في دماغك. انا بديلك واحده في المساله فانت تكتب الثانيه. لو شفت ان في ميد بوينت تعرفها عن طريق الخطوط، تقول لي ما دام النقطه دي ميد بوينت يبقى الخط ده اللي نازل من السنتر بيربنديكولار. ما دام النقطه ميد بوينت يبقى الخط بيربنديكولار. العكس، لو انت شفت علامه 90 او لو انت اكتشفت ان الانجل دي ب 90، علامه البيربنديكولار في الرسم يا جماعه بيبقى في 90 كده، تبقى باين علامه ال 90. او لو مش مديها لك وانت رحت حسبت الانجل دي فطلعت الانجل دي ب 90، تقول لي كده ما دام في بيربنديكولار يبقى هذه النقطه هتكون ميد بوينت. تمام؟ لما بيبدا بده نبدا كده سنس كذا مثلا اكس از ميد بوينت then من السنتر بقى ام اكس بيربنديكولار على الكورد. اما في الجزئيه دي تقول له سنس مثلا الخط نازل بيربنديكولار وليكن اسمه ام ال بيربنديكولار على كورد اسمه اكس واي. ماشي؟ يبقى النقطه اللي على الكورد اللي مثلا از ميد بوينت لاكس واي. وليكن الرسمه مثلا كان في سيركل كده وادي السنتر اسمه ام والكورد كان اسمه اكس واي، وانت لقيت المساله جايه كده،
فهنا بيقول لك ايه؟ ام ال بيربنديكولار على اكس واي، يبقى هذه ال ميد بوينت للاكس واي، يعني الحته دي قد الحته دي. دول معلومتين الجداد اللي عندك. طبعا في معلومه ثالثه اللي هو بيقول لك ايه؟ لو جه في مساله مثلا راح عامل كده، ما بتتكررش كتير دي، ماشي؟ راح عامل كده اهو، ايه ده؟ يعني مديني الاثنين، مديني البربنديكولار والبايسكت. استفيد ايه؟ قال لي تستفيد ان هذا اللاين اجباري معدي على السنتر. تاني الحته دي ما بتتكررش كتير، هي رقم 3 هنا اهو. لو في بيربنديكولار وبايسكت في نفس الوقت يبقى هذا اللاين بيعدي على السنتر. معلش ركز على 1 و 2، اركن 3 دلوقتي بعد اذنك. تعال نشوف بقى امثله. سؤال، وكالعاده تعرف تحل السؤال؟ لو عرفت تحله هقول لك ازاي تكتبه بروف. مبدئيا ال 63 زي ما قلنا من شويه هتبقى بتاعت مين؟ يا ترى ناحيه السي ولا ناحيه الام ولا ناحيه البي؟ اغلبكم بيقول ناحيه السي وده غلط تماما. تاني لما تركز هتلاقي ان علامه الارك جايه هنا عند الام، يبقى اصلا مش ام كلها كمان، ده جايه ازاي؟ جايه بي ام سي. يبقى اول حاجه انا شفتها ان انجل بي ام سي ب 63. طب هو عايز ايه؟ هو عايز ام اي بي، عايز الانجل اللي هنا. ماشي، ايه بقى اللي انت واخد بالك منه كملحوظه بتاعت تالتة اعدادي؟ تقول لي انا واخد بالي ان السي اي قد السي بي. حلو، احنا بنقولها ازاي؟ مايك اهو الحمد لله. احنا بنقولها ازاي؟ بنقول ان السي از ميد بوينت، يبقى الام سي بيربنديكولار. ايه بيربنديكولار دي بقى؟ يعني الانجل دي ب 90 ودي كمان ب 90. طب هنا 63 و90، تعرف تجيب الانجل اللي هنا؟ 180 ماينس 63 بلس 90، يلا بينا. 180 ماينس افتح براكت 63 بلس 90 واقفل براكت، طلعت 27. مستر انت جبت البي، هو اصلا عايز الايه؟ ما نرجع بقى للقديم. ام بي ايكوال ام اي راديوس، يبقى التراينجل ده ايسوسيلس، وما دام ايسوسيلس يبقى انجل بي ايكوال انجل اي، يعني الاجابه هنا هتبقى ايكوال 27. حليناها. تقدر تقولي اللي انا قلته من شويه ده؟ اخليك تكتبه بروف بقى. ازاي؟ نقول مع بعض بسم الله. هبدا بايه؟ هبدا بالحاجه الجديده، يعني مش هبدا بحوار ان ده ريديوس وده ريديوس، لا هبدا ان انا عندي السي از ميد بوينت، فانا هبدا اكتب كده سينس. لو السبيس اللي عندك في الكتاب ما كفتش يا جماعه ممكن تكتبها في ورقه، تلزق الورقه دي في الكتاب. سينس سي از ميد بوينت لمين؟ للاي بي. then MC perpendicular على الاي بي. ما دام perpendicular اقدر اقول ان الانجل ام سي بي، انا محتاج انجل في الحته اللي انا عارف فيها انجل ثانيه، فانا هجيب ام سي بي مش هقعد ام سي اي. then measure angle ام سي بي equals 90 degree. بعد كده ممكن احدد بقى in triangle ام سي بي، in triangle ام سي بي اعمل كده على طول، اقول له ميجر انجل بي ايكوالز 180 ماينس الاثنين اللي عندي 90 و 63، فطلعت بكام؟ طلعت ب 27 ديجري. ماشي، طب ماذا بعد؟ قلنا هنا ان هبدا اشتغل بقى على الترينجل الكبير اي ام بي. ان ماشي، الحمد لله الحمد لله، رحمة رحمكم الله جميعا. since MA equal ال MB، اشمعنى تقول لي ده ريديوس وده ريديوس؟ then هنا قلنا في خطوات ممكن تتكتب واللي مش هيكتبها مش هينقص. ممكن اكتب then MAB is isosceles triangle، صح. ممكن اكتب على طول then measure angle A equal measure angle B، measure angle A equals measure angle B equals 27 degree. خلصت. 3 درجات يتاخدوا كاملين. اللي حط في النص ان هو isosceles triangle وبعديها قال ان measure angle A equal measure angle B مش هتغير حاجه.
طيب تعالى نشوف السؤال التاني. اداني ايه بقى؟ هو كان عايز لينس اي بي. مبدئيا هو مديلك علامه 90. انا عارف ان التراينجل الصغير ده ما دام رايت وفيه تو سايدز، انا اقدر اجيب السايد الثالث من حاجه اسمها ايه؟ بايثاغورس. الله ينور. فانا هبدا كده اقول له سنس، او ممكن نحدد التراينجل ان تراينجل اي ام سي، ان تراينجل اي ام سي، سنس انجل ام سي اي is right angle then مين السايد اللي هيتحسب؟ الناقص اي سي. هقول له سكوير روت ماينس ولا بلس؟ ماينس، لان اللي في وش ال90 الهايبوتنس عندي بعمل روت 5 باور 2 ماينس 3 باور 2 فيطلع 4 سنتيمتر. حلو. اول حاجه اللي عرفت احسبها كتبتها. ماشي. هو انا كنت بحب نحل المساله كلها وبعدين نكتب، بس معلش قلشت مني دي، فلتت مني. طيب الحته دي حضرتك ب 4 سنتيمتر. السؤال بقى طبعا كلكم دلوقتي هتقولوا يا مستر الاي سي قد السي بي، دي 4 يبقى دي 4 كلها ب 8. صح. السؤال بقى مين قال ان اي سي قد سي بي؟ انت اللي هتقول. طب تقولها ازاي؟ تقول لي ما دام في بيربنديكولار يبقى اقدر اقول له ان السي از ميد بوينت. ما دام احنا قلنا ان السي ميد بوينت يبقى الاي سي قد سي بي. تعالى نكتب الحته دي. نبدا نقول له كده سنس ام سي perpendicular على الكورد ده AB then C هتكون ميد بوينت لل AB، ميد بوينت اوف AB. يبقى الحته AC قد الحته AB، يبقى then AC قد CB equal 4 سنتيمتر. كل حته ب 4 يبقى الكبير كله AB then AB كلها 8 سنتيمتر. مش لازم اكتب له 4 بلس 4، مش لازم اكتب له 4 باي 2، عادي. ماشي. ده السؤال التاني. الكلام ده هيتحل بايدك لو انت تاني تشوفه، تشوف تقدر تشرحه اورال بعد ما انا بقوله ولا لا، وبعد شويه هتبقى انت بتحل قبلي. بعد كده بعد ما تقوله تسمعني، لو لقيتني بقول زيك نبدا نكتب بقى بروف، مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه في العاشره هتلاقي نفسك قادر تكتب بروف صح باذن الله. طيب هنا ايه اللي حصل بقى؟ مديني علامتين ايكوال. لا يعني هو مديني العلامه دي كده وكده. يا مستر، معنى كده ان هو مستر يعني دي ميد بوينت؟ ايوه. واحد تاني يقول لي ايه ده؟ طب ما الايه ميد بوينت؟ ايوه صح. ما هو مش شرط عشان هو صح يبقى انت غلط، انتوا الاثنين صح. نختار بقى، عايزين تبداوا من عند الدي ولا من عند الاي؟ هي حاجه مش هتفرق. طيب دي از ميد بوينت، ما دام ميد بوينت يبقى انت هتقول ايه؟ بيربنديكولار. ام دي بيربنديكولار يبقى دي ب 90. الناحيه الثانيه اي از ميد بوينت الاي سي يبقى ام اي بيربنديكولار، ما دام ام اي بيربنديكولار يبقى دي كمان ب 90. طب الشكل اللي هو اي دي ام اي ده كوادريلاترال. ايوه اللي هو مش تراينجل، اسمه ايه؟ اسمه كوادريلاترال. طب ما هو الرباعي ده الفور انجلز ذير سم 360. طب انا دلوقتي كان معايا واحده بس 56، رحت انا جايب دي ب 90 ودي ب 90، فاقدر اجيب الرابعه بالكالكوليتر 360 ماينس وافتح براكت 90 بلس 90 بلس 56 تطلع يا باشا 124. يبقى الانجل دي ام اللي عايزها 124. كده انا حليتها اورال. شوف تقدر تقولها انت لوحدك ولا لا. بعد كده تعالى نكتب بروف. يلا بينا بسم الله. هنبدا نقول له سنس، انا هبدا من عند الدي. دي از ميد بوينت. الدي في نص مين؟ تقول لي ميد بوينت اوف اي بي. then ام دي بيربنديكولار على الاي بي، يبقى then ميجر انجل ام دي اي. خلاص ثابته يا جماعه، خطوتين والثالثه ان في انجل ب 90. ميجر انجل ام دي اي ايكوالز 90 ديجري. واحد يسالني طب ليه ما قلتش ان ام دي بي ب 90 ديجري؟ هي صح، بس سؤال هو انت هتستخدم الانجل اللي جوه الكوادريلاترال ولا اللي بره الكوادريلاترال؟ اكيد اللي جوه. هنكتب نفس الثلاث خطوات تاني على الناحيه الثانيه. سنس اي
is midpoint. بس المرة دي ميد بوينت لمين؟ الإي، للأي سي. then ME perpendicular على الأي سي. then الأنجل دي كمان ب 90 ميجر أنجل MEA equals 90 degree. خلاص خلصت الجزء بتاع تالتة إعدادي. نبدأ نقول بقى الجزء القديم. ما دام ADME is a quadrilateral since ADME is a quadrilateral then الأنجل الرابعة measure أنجل M. اللي عايز يقول M بس ينفع. ليه؟ مفيش غيرها اللي جوه دي، وأنا محدد إن أنا شغال في الكوادريلاترال. equal 360 minus 90 و90 كانت 53، لا كانت 56، فطلعت الإجابة عندك 124 يا أستاذي ديجري. تمام. يلا ناخد ليفل أعلى شوية. أين السؤال؟ دي كانت أمثلة تانية يا جماعة. أنت ممكن تعمل بوز وتجرب تحل نفس الثلاث أفكار بشكل مختلف. دول من كتاب المدرسة. ماشي؟ ال50 دي كانت عند الأنجل هنا فوق، فاللي عايز يجرب فيهم أوكي. أنا هروح أجيب أمثلة من الكتاب. تعال نشوف هذا السؤال. بيقول لك هنا إيه؟ BC is a diameter. البي سي ده diameter. ماشي. MD perpendicular على AB. هو مديني إن دي MD perpendicular. خلينا نقف ثانية واحدة. مش ده بتاع الدرس بتاع النهارده؟ لو الام دي بيربنديكولار يبقى انا هقول له ان الدي ميد بوينت. الكلام ده اوعى تعلم عليه في الكتاب بتاعك الا لو قلم رصاص وخفيف. طب لو عايز تشخبط، بتحب تشخبط انت وترسم وتلون، ارسم الرسمه بسرعه بره، كروكي بسرعه يعني، وابدا شخبط على الرسمه اللي انت راسمها. ما تبوظش الرسمه الاصليه. اوعى تبوظ الرسمه الاصليه. في حاجات بتختفي وانت بتنساها، فبتقعد تدور في المساله ما بتلاقيهاش. ما تبوظش الرسمه الاصليه. يا رب تكون فاكر. طيب يبقى كده انا جبت ان الدي ميد بوينت. طب ركز معايا ثانيه. مش السنتر دايما في نص الدايمتر؟ يبقى الام كمان ميد بوينت بتاعت الدايمتر، يعني الحته دي قد الحته دي. حلو. من اهم الحاجات اللي راجعناها في الفيديو اللي قبل ده بتاع البروف، ان لو عندك تراينجل وعندك ميد بوينت وميد بوينت، كنت بقول لك كده لو ميد بوينت وميد بوينت يبقى الخط اللي بينهم باراليل للخط الثالث ونص الخط الثالث. فكده الام دي باراليل للاي سي، مش مطلوبه هنا، هتطلب في مثال تاني. ونص الاي سي. طب الاي سي ب 8 سنتيمتر، هو كان عايز طول الام دي، يبقى الام دي بكام؟ ب4. رحت ليه كده؟ كده تاني انا هكتب بروف، بس تاني نحل المساله، بعد كده نبدا نشوف هكتبها ازاي. ما لو ما عرفتش احلها ما دورش على البروف. امتى تدور على البروف؟ تقول يا مستر مش بعرف اكتب بروف. لو انت بتعرف تحل كل الاسئله بس ما بتعرفش تكتبها، وده يا جماعه ان شاء الله مستحيل، مش هيحصل. اللي بيعرف يحل هيعرف يكتب باذن الله. طب لو ما بتعرفش تحل، ذاكر كويس الاول، هتعرف تحل ان شاء الله. طيب كان عايز ايه تاني؟ كان عايز ميجر انجل دي ام بي. طب ما هو بص، فاكر الباراليل اللي قلت لك؟ يعني مش هستخدم كلمه باراليل، احنا جبنا ان ده باراليل لده. طب ما في لتر اف اهو جاهز اهو تحت. بص كده اللي انا معلم عليه بالاحمر ده او بالطوبي ايا كان الاسم، ايا كان اللون. بص كده عامل كده، اللي هنا قد اللي هنا، عشان في باراليل، عشان احنا استنتجنا الباراليل. يبقى الانجل دي هتطلع ب 40. خلصت كحل. تعال نشوف how to write the proof. ازاي اكتب الكلام ده proof. انا هبدا من عندي حته ام دي perpendicular، فهبدا اقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. since دي هو كان مدي perpendicular. انا عندي على فكره في بتاع ده بتاع اضاءه عامل ريفليكشن هنا، فانا قدامي يعني لمبه قد كده مش شايف حاجه، فلازم اجي كده وافضل اروح واجي والدنيا دي. since ام دي perpendicular على الاي بي then D is mid point
اوف اي بي. حلو، هبدا بقى اقول له ان انا هشتغل على الترانجل الكبير اي بي سي. دي حته في القصه بتاعتنا خلصتها، ابدا استخدمها بقى. هقول له ان ترانجل اي بي سي عندي 2 ميد بوينت، فهقول له سنس دي ميد بوينت اي بي وام ميد بوينت بي سي، ممكن تكتب كده دي وام ار ميد بوينتس اوف. الدي كانت في نص مين؟ في نص الاي بي. والسي سوري الام كانت في نص مين؟ في نص البي سي. then هذا اللاين دي ام باراليل للتاني فوق كان اسمه ايه؟ اي سي. دي ام باراليل اي سي and دي ام هاف اي سي. طيب انا ممكن اكمل تحتها على طول. من الباراليل ده يبقى ميجر انجل اللي هنا كان اسمها ايه؟ سي ايكوال ميجر انجل اللي هنا بقى اسمها ايه؟ دي ام بي، والسبب كان اسمهم تو كورسبوندنج. ميجر انجل دي ام سي ايكوال 40 ديجري واسمهم تو كورسبوندنج. ممكن يجي برضه تحت اند دي نكتب كده دي ام نص الاي سي. الاي سي كان ب 8 سنتيمتر، نص ال 8 4 سنتيمتر. كده جبنا الدي ام وجبنا الدي ام بي. خلي بالك في ناس بتكتب ده وبعد ما تخلص ده تروح كاتبه ده دي ام ايكوال هاف اي سي، يبقى الدي ام ايكوال 4 سنتيمتر. مش هتفرق، حضرتك جبت الاجابه النهائيه صح ومدينا الهيكل والمين ستيبس الخطوات الاساسيه مظبوطه، تاخد الدرجه. انا لو جيت اكتب دي تاني بعد شويه هكتبها بشكل مختلف، بس هيبقى نفس الفاينل ريزلتس ونفس الشكل الرئيسي باذن الله. طبعا لو في اي لتر مش مظبوط انا بقول لك انا رايح جاي كده لحد ما ايه ظهري يعني يدعوا لنا يا جدعان والله العظيم ربنا يقوينا ونقدر نكمل اللي احنا بنعمله ده ان شاء الله يعني. طيب تعالى نشوف سؤال تاني. ماشي، كان في سؤال هنا يعتبر نفس الفكره ايكولاترال تراينجل. ماشي خلينا نبص على السؤال ده كده حتى لو ما كانش عندك في البي دي اف مش مشكله، يعني جمع معايا اسئله زياده. هنا بيقول لك ايه؟ نفس الفكره مديلك ان ام دي بيربنديكولار، فانت هتقولي ان دي از ميد بوينت. ماشي، معنى كده ان الام دي هات الاسود ام دي هيبقى باراليل للبي سي وهاف البي سي. حلو، طب عندك ايه تاني؟ هو كان عايز يثبت ان في باراليل، اهو احنا اثبتنا الباراليل على طول. ميد بوينت وميد بوينت هيبقى باراليل. تاني حاجه كان عايز يثبت ان ترانجل ام بي سي، ترانجل ده عايز يثبت ان هو ايكويلاترال. تاني يا جماعه في فيديو البروف اللي كتبناه في الاول ده في حاجات كتيره جدا، من ضمنها حاجه هستخدمها هنا. ان ترانجل ده عندك هنا ام سي راديوس وام بي راديوس، 2 راديوس، وهروح اجيب الانجل دي هتطلع ب 60 هقول لك عليها بعد شويه. دلوقتي ما دام 2 راديوس و60 يبقى ايكويلاترال. وللعلم اثبات الايكويلاترال هنا ممكن يبقى ليه اكتر من طريق. طيب واضح ان هنا فصلت، واضح ان هنا في خطوات كتيره مش حسابات مش ارقام. تعال نشوف ازاي نكتب الكلام ده بروف. تعال نقول بسم الله. انا هبدا على طول هنا من عند الحته بتاعت الدي ام دي بيربنديكولار سنس ام دي بيربنديكولار على اي سي then دي is mid point لمين؟ للاي سي. نبدا نحدد احنا هنشتغل على التراينجل الكبير ان تراينجل اي بي سي. عندي هنا ميد بوينت وعندي هنا ميد بوينت. الام ميد بوينت للدايمتر معروفه، هنقول كده سنس عندي 2 ميد بوينت دي وام ار ميد بوينتس اوف الدي كانت نص الاي سي
والام كانت نص الاي بي. then اول خطوه هقول له ان الدي ام باراليل لمين؟ للبي سي، وده كان يعتبر المطلوب الاول. وايه كمان؟ ممكن نقول له ان الدي ام هاف البي سي، بس انا ممكن ما استخدمهاش هنا، مش عايزها، بل هستخدم ايه بقى؟ سمي الله. قول بسم الله بصوت يا باشمهندس. بسم الله. انا دلوقتي عندي في التراينجل ده 30 و90، فهروح اجيب الانجل دي اللي هي اسمها دي ام اي، هتطلع بكام؟ ب 60. بعد ال 60 هبدا استخدم هذا الباراليل، ما دام في باراليل هنا يبقى في لتر اف، يبقى هذه الانجل هي كمان ب 60 اللي هي انجل بي. وهرجع اقول له بقى في التراينجل بي سي ام، ما دام ام سي راديوس وام بي راديوس وفي انجل ب 60 بايكولاترال. هقول تاني، ممكن يبقى عندك طريقه تانيه عشان تثبت ان ام بي سي ايكولاترال، هتبقى صح برضو. ماشي، انا عايز اكتب بقى الكلام اللي انا قلته ده. فهحدد التراينجل الصغير اي دي ام ان تراينجل اي دي ام، هقول له كده على طول ميجر انجل الثالثه هنا اسمها دي ام اي. ميجر انجل دي ام اي ايكوال 180 ماينس 90 و30 تطلع 60 ديجري. نبدا بقى نقول له من الباراليل سنس دي ام اصبحت باراليل للبي سي، then ميجر انجل اللي لسه جايبينها حالا دي ام اي قد مين؟ قد دي لتر اف اسمها ميجر انجل بي ايكوالز 60 ديجري. اخر خطوتين اكتبهم هناك على جنب، سنس او ان تراينجل ايه اسمها ايه؟ سي ام بي سنس ام سي ايكوال ام بي كل واحده فيهم راديوس and measure angle B equal 60. قلنا يا جماعه لو two sides equal بعض اسمه ايسوسيلس. هذا الايسوسيلس لو جواه انجل ب 60 تقدر تقول مباشره ان التراينجل سي ام بي از equilateral. تاني يا جماعه والاخر مره، ممكن اثبات او يمكن اثبات ان بي ام سي كولاترال بطرق اخرى. كده كده اصلا الكلام ده لما ان شاء الله ناخد دروس قدام في يونت 2 باقي السيركلز، يعني هتلاقي ان شاء الله ان نفس المساله نفس الرسمه ليها طريقه استنتاج غير دي خالص، ممكن تكون اصغر شويه. ماشي، فما تستعجلش. ماشي، تعال نشوف هذا السؤال. من هنا بقى انا عايزك تبدا توقف وتبدا تعمل تراي، حتى لو الرسمه مش موجوده عندك تجرب تحل ثم ترجع. هنا كان عايز يثبت ايه؟ كان عايز يثبت ان السي از ميد بوينت. لو احنا عرفنا نجيب ان الانجل دي ب 90 هقول له ما دام دي ب 90 يعني الام سي بيربنديكولار، وما دام الام سي بيربنديكولار تبقى السي از ميد بوينت، لا بديل عن هذا. ومش عايز اعمل كونستراكشنز والدنيا دي، فاحنا عايزين نعمل ايه؟ عايزك تدور ازاي تجيب ان الانجل دي ام سي اي 90. تعال اقول لك اول خطوه، شايف ال 25 اللي فوق خالص دي؟ عايز استخدمها، فهبدا ابص على هذا الراديوس، صح؟ ام دي قد مين؟ قد الام اي. حلو قوي. طب ما هو ده راديوس وده راديوس، يبقى هذا التراينجل ايسوسيلس، يبقى الانجل هنا 25 يبقى دي كمان ب 25. حلو قوي كده. انا عندي نبدا نشتغل بقى في تراينجل اكبر، تراينجل اي سي دي. خلي بالك الانجل دي كانت ب 25، طب دي كلها بقى هتقول لي 40 بلس 25 تطلع 65. طب انا عندي دلوقتي التراينجل ده عشان اجيب الانجل الثالثه سي ما اعرفهاش. ما تجيش تقول لي ايه مستر سي از ميد بوينت يبقى السي اصلا ام سي اي ب 90. يا حبيب قلبي ده هو عايز يثبت ان السي ميد بوينت اصلا، يبقى هنا انت ما تعرفش ان السي ميد بوينت، ما اعرفش انجل سي بكام. طب اجيب انجل سي منين؟ كأن ده مش موجود كده،
فهتلاقي ان دي كلها بقت ب 65. طب عندك 65 و 25، هعمل 180 ماينس 65 بلس 25 تطلع يا باشا 90. احنا اللي هنجيب ان السي ب 90. بعد ما نجيب السي ب 90 المسألة هتنتهي. تعال نشوف اكتب ده ازاي. اول حاجة هقول له in triangle DMA in triangle DMA since MA equal MD. ليه؟ تقول لي كل واحد من الاثنين radius then بقى isosceles triangle، يبقى measure angle دي اللي لوحدها فوق دي قد اللي هنا، ما ينفعش اقول عليها A، لازم 3 letters MAD او DAM. measure angle DAM equals 25 degree. هبدأ بقى اقول له ايه في التراينجل الكبير ADC in triangle ADC since angle D بكام؟ measure angle D كانت ب 25 degree كوما measure angle DAC كلها 25 plus 40. measure angle DAC equal 40 plus 25 equal 65. then measure الانجل الثالثه جوه التراينجل ده اللي هي دي اسمها DCA او ACD. ACD equal 180 minus 65 plus 25 تطلع 90 degree. ما دام انا اللي جبت ان دي ب 90 ارجع اقول له بقى since 90 يعني perpendicular since MC perpendicular اصبحت perpendicular بعد ما احنا جبنا ال 90 على ال AB then C is midpoint of AB وهو المطلوب اثباته. ماشي، تعال نشوف كان عندك ايه. ماشي، نفس المسألتين يا جدعان، خلصناهم. طيب تعال نشوف. لا، هنا في اختلاف. ايه؟ كان عايز الاريا اوف ذا سيركل. عايز الاريا اوف ذا سيركل. هل الرسمة واضحة عندك ولا لا؟ ان شاء الله تكون واضحة. طيب خلينا نبين برضو، ندوس على الرسمة شوية ونديلك هنا سيركل وكان في طول. بص يا جماعة، لو في حاجة مش باينة في الرسمة روح اقرا على طول. هو مديلك الاي سي ده ب 5 سنتيمتر، كان في انجل هنا ب 60 ونفس الكلام. هل يا جماعة نقرا كده؟ هل اداني مثلا ان ام سي بيربنديكولار فتبقى السي ميد بوينت؟ لا. طب هل اداني السي ميد بوينت فيبقى الام سي بيربنديكولار؟ لا. يبقى انا اللي لازم اروح اجيب ميجر انجل ام سي اي. هجيبها منين؟ من الراديوس والراديوس. تعال نبدا كده هنا اهو ام اي قد ام دي. الانجل هنا كانت ب 15، يبقى الانجل اللي هنا برضو ب 15. ماشي، خلي بالك دي 15 وماشي. ممكن نجيب الانجل ام سي اي بطريقه ثانيه عادي. انا اروح اجيب الانجل اللي هنا دلوقتي في التراينجل ده، تكمله التراينجل ده 15 و15 هعمل 180 ماينس 15 بلس 15 فتطلع كام دي؟ تطلع 150 150. طب احنا مش قلنا يا جماعه ان الاثنين اللي جنب بعض، اي تو انجلز جنب بعض their sum 180. طب انا جبت دي ب 150، يبقى اللي جوه دي ستار مثلا بكام؟ تقول لي ب 30 ديجري. طيب ما دام ب 30 الموضوع خلص، مش محتاج اقول بقى ان دي ب 90 وهيبقى بيربنديكولار وبايسكت، مش محتاج ده خالص. ليه؟ وعايز اريا السيركل، يعني عايز طول الراديوس. طب انا اجيب طول الراديوس ازاي؟ بص كده ثانيه، انا هاخد الترانجل ده بس ده ام سي اي وارسمه بره بخط اكبر. هنا كان ام وهنا كان سي وهنا كان اي. ماشي، الاي دي كانت ب
60 او ام اي سي كانت ب 60 واحنا جبنا اي ام سي ب 30. خلي بالك اي ام ده كان الراديوس. طيب لما نجيب التالتة، لا لازم نجيب التالتة. لما نجيب التالتة هنا هتطلع ب 90. فنبدا نقول له ايه في التراينجل الرايت السايد اللي اوبوزيت لل 30 ده كان 5 سنتيمتر ما تنساش. اللي اوبوزيت لل 30 ماله؟ نص الهايبوتنس. طب ده ب 5 يبقى الهايبوتنس بكام؟ اللي هو الراديوس. الهايبوتنس هنا جه على الراديوس يبقى الراديوس ايكوال 10 سنتيمتر. طب والاريا كان قانون الاريا باي في ار باور 2. باي كانت 3.14 ملتبلاي الراديوس اللي هي 10 باور 2 تطلع دي ب 314 سنتيمتر سكويرد. تعالى بقى نمسح كل الكلام ده ونبدأ نكتب من أول وجديد. يلا بينا بسم الله. يلا بينا واحدة 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 واحدة. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نعمل زوم ونبدأ نشتغل in triangle AMD. in triangle AMD عندي MA radius و MD radius. MD equal MA كل واحد فيهم radius. سنسة هي يا باشا. يبقى ميجر انجل MDA اللي ممكن اقول عليها دي بس مفيش غيرها فوق equal انجل اللي تحت دي بنقطة صغيرة كده ونقطة هنا. ميجر انجل MAD then اهي MAD equal measure of angle دي اللي فوق كل واحدة فيهم ب 15 ديجري. بعد كده هروح اجيب الانجل اللي هنا. خلي بالك في ناس قالت لي ايه؟ قالت لي انا اشتغلت على التراينجل الكبير دي ب 15 وهنا 15 مع ال 60 تبقى 75. رحت جايبه الثالثه 180 ماينس 75 بلس 15 طلعت 90. ينفع. اللي مش عايز يدخل في حته الستريت لاين كان ممكن يمشي الطريق ده. تعالى نمشيه مع بعض. هنبدا نقول له كده ايه؟ ان تراينجل دي سي اي او اي سي دي. ده انا هشتغل على التراينجل ده وده وده. انت جبت الانجل اللي فوق ب 15. measure angle D since measure angle D equal 15 degree and هنبدأ نجيب بقى الانجل دي كلها اللي هي DAC. measure angle DAC انت كان مديلك الحته اللي تحت ب 60 وانت جبت اللي جنبها الصغيره ب 15 يبقى هقول له equals 60 بلس 15 اللي هي هتبقى 75 degree. then هجيب الانجل الثالثه اللي هنا اللي هي اسمها DCA. measure angle DCA equals ماشي خلينا نمشيها واحده واحده 180 minus 15 plus 75 تطلع كام؟ تطلع 90 degree. ماشي جبنا ان دي ب 90. هروح اشتغل في التراينجل ACM. in triangle ACM measure angle اللي ناقصه بقى هنا. ما انا جبت دي كلها ب 60 اهو مدياني ب 60 وانا جبت دي ب 90 فهجيب الثالثه هنا 180 measure angle CMA 180 minus 90 plus 60 تطلع 30 ديجري. اخر حاجه نبدا نقول له since ان هذه الانجل سي ام ماشي لازم نكتب كل حاجه بالتفصيل طبعا. measure angle CMA equal 30 and measure angle MCA equal 90. انا لازم اكتب كل حاجه بالتفصيل. انت ممكن تسيب حاجات في النص. ما دام ده 30 يبقى اللي في وش ال 30 زين AC هاف الهايبوتنس then AC equal هاف الهايبوتنس هنا اللي هو ده. انا شغال في الترانجل الصغير ACM هاف ال AM.
طب الحته دي اي سي كانت ب 5 هو كان مديهاني في المساله، يبقى الاي ام ايكوال 10 والاي ام هنا يمثل راديوس 10 سنتيمتر. اخيرا then area of circle equal باي في الراديوس باور 2 يبقى ايكوال باي كان مديهاني ب 3.14 ملتبلاي 10 باور 2 تطلع 340 سنتيمتر سكوير. ده طبيعي الاسئله بتطول كل شويه، لكن مش اسمه ايه، مش موضوع تعبير، مش حفظ. احنا بنكتب وبنجيب بوينت وراها بوينت وراها بوينت. الكلام ده لازم يتحل بايدك طبعا يا جدعان، بعد اذنك مره واثنين وثلاثه. ولو عندك طريقه مختلفه ممكن اسمع منك، ما عنديش مشكله. تعال نشوف الاسئله دي. هنا مديني كام 100 بوينت، مديني 2. حلنا دي قبل كده وعايز ميجر انجل اي ام دي، حلنا دي. فانت المفروض توقف وتحلها بايدك وترجع لي. هنا انا هشتغل على ان دي 100 بوينت، فاقول له سنس دي از 100 بوينت للاي بي، يبقى ام دي بيربنديكولار على الاي بي، then ام دي بيربنديكولار على الاي بي، يبقى then measure angle MDA equal 90. بنفس الطريقة هشتغل عند الاي since E is midpoint of mean of AC, then ME perpendicular على ال AC، يبقى then measure الانجل اللي هنا هتبقى بكام؟ ب 90. MEA equals 90 degree. كده هدخل على هذا الشكل اللي اسمه كوادريلاترال سنس. اخر خطوتين ADME is quadrilateral، then الانجل المطلوبه ممكن اقول عليها ام، او ممكن انقلها من المطلوب EMD equal 360 minus 90 و90 و60. 90 plus 90 plus 60 تطلع 120 degree. مستر انت حليت دي بسرعه، انت ممكن تكون انت مجري الفيديو او انا اصلا حلل دي قبل كده، فخلاص بقى الحاجات اللي بتتكرر عايزك دايما الحاجه لما تيجي تتكرر تاني تبقى دايسها جامد جدا معايا باذن الله. الصوت شغال، ثانيه واحده كده، الصوت شغال ماشي. يلا بينا نكمل. هنا عايز ايه؟ عايز منك الاريا اوف تراينجل ADB، عايز الاريا بتاع التراينجل اللي تحت ده. فهعمل ايه؟ انا عارف ان الاريا اوف تراينجل هاف باي بيس باي هايت، فانا لازم اعرف طول البيس AB بكام؟ قال لي لا يا عم البيس اهو 24. ماشي؟ البيس طوله كام؟ 24. طب انا عايز ايه بقى؟ قال لي انا عايز الهايت ده 24، انا عايز الهايت ده. لو عرفت تجيب طول السي دي المساله تخلص. طب ماذا نفعل؟ الحق يا مستر ده مديني الراديوس. حلو قوي. الراديوس بكام؟ قال لي ب 13. من راديوس في المساله؟ ام ايه صح 13 وام دي ب 13 صح. طلع يقول لك بس المساله خلصت. انا هاخد الراديوس ده هقسمه ل2، 13 على 2 يا مستر. اسمع الهبد عشان ده غلط. 13 ديفايدد 2 يا مستر تطلع 6.5. كده انا الحته دي ب 6.5 ودي ب 6.5. هعمل هاف باي بيس باي هايت. ده غلط. ليه غلط؟ تعال اقول لك. سيبك من الراديوس دلوقتي. ايه اول حاجه المفروض تلفت نظرك كطالب ثالثه اعدادي؟ ان السي ميد بوينت، وما دام السي ميد بوينت يبقى ام سي بيربنديكولار. صح. طب انا مدي لك ان الراديوس ده ب 13 وانت قلت لي السي ميد بوينت يبقى 24 اللي هو كان مديها لك 24 هتتقسم 12 هنا و12 هنا. الله، طب ما انا ممكن اجيب ام سي من بايثاغورس.
تعالى كده يا عم بايثاغورس، اعمل روت الكبير باور 2 ماينس الصغير باور 2، تلاقي ان الحته اللي فوق طالعه ب 5 اهي. هل طلعت 6.5 اللي فوق؟ لا، يبقى كده اللي تحت مش هتطلع 6.5. طيب الراديوس كله كان كام؟ ده كله كان 13، خدنا منه 5 هنا، يتبقى كام تحت؟ قال لي يتبقى 8. يبقى الاريا هاف ملتبلاي البيس كله 24 ملتبلاي الهايت اللي طلع ب 8. تعالى بقى نقولها تاني بالراحه. تاني، انا جبت فكره السؤال، حليت السؤال، هبدا اكتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هبدا منين؟ هبدا من اشهر معلومه بالنسبه لك كطالب ثالثه اعدادي حتى الان، ان سنس السي از ميد بوينت of AB then MC perpendicular على ال AB. هبدأ أروح أقول له بقى in triangle MAC since angle MCA equal 90 أو angle MCA is right then طول القطعة دي، خلاص أنا جبت ده ب 90 ماشي، MC equal روت ال 13 باور 2 ماينس ال 12 باور 2، طلعت كام؟ 5 سنتيمتر. خلي بالك أنا ما كتبتش إن ال 24 هتتقسم 12 و12، يعني حتة في النص ما كتبتهاش، عادي والله عادي يا جماعة. يعني الناس اللي بتصحح مش هتدقق على الكلام ده، الناس اللي بتصحح فاهمة ومدرسين على دماغنا كلهم بسم الله ما شاء الله. فالناس بتشوف انت فاهم كاتب شغال خلاص. طيب نبدا بقى نقول له ايه؟ since MD is a radius equal radius يعني 13 then القطعة الباقية CD equal ال 13 minus ال 5، فطلعت كام؟ 8 سنتيمتر. ابدا اخر حاجة اقول له ان triangle ADB المطلوب اصلا. طبعا خلاص في بيربنديكولار يبقى هنا 90، ما دام بيربنديكولار في 90 يبقى واحده بيس وواحده هايت. برضو الكلام ده اتقال في فيديو البروف. الفيديو يا جماعه ما كانش مكمل ساعه، فيديو البروف ده لو نافل قبل الحصه دي مش مكمل ساعه، فلازم تكون مخلصه. فهنا هنقول since area of triangle equal half by base by height then area triangle ADB equal half البيس AB والهايت CD، يبقى equal half AB كله كام؟ ب 24 ولا هل ممكن يطلع اللي في دماغي صح؟ لا. والهايت طلع بكام؟ طلع ب 8. فلما نحسب دي يا باشا تطلع بكام؟ تطلع 96 سنتيمتر سكوير. ده هاف باي 24 باي 8 تطلع معاك 96 سنتيمتر سكوير. ده تسمع تشوف تفهم تعرف تقولها اورال وتحلها معايا شفوي، بعد كده تبدا تكتب معايا. في حال تغيير البروف شويه مش بنحاسب بالملي يا جدعان، ماشي؟ طيب تعال نشوف السؤال التالي. ايوه سؤال هنا اهو. بيقول لك in the opposite figure prove that AC equal BD. المسائل اللي ما فيهاش جيفن كتير ده تخض، بس لما اعمل زوم كده على الرسمه هلاقي ايه؟ هلاقي علامه 90 هنا، هي دي كلمه السر. فانا هشتغل مره في السمولر سيركل ومره في البيجر سيركل. تعال نبدا بالبيجر، تعال ندردش فيها كده اورال وبعدين ايه؟ وبعدين نكتبها. في السيركل الكبيره ME بيربنديكولار على الAB، يبقى E is mid point للAB الكبير. معنى كده ان ما دام الE mid point ان الحته دي AE
قد الحته دي اي بي. طب وبعدين هبدا اشتغل على السمولر سيركل. ام اي بيربنديكولار يبقى اي از ميد بوينت للسي دي بقى، يبقى الحته اللي هنا ايكوال الحته اللي هنا. يا مستر ما احنا ما جبناش اللي هو عايزه برضه. اقول لحضرتك انت لما تيجي تعمل الحته الكبيره دي شيل منها الحته اللي بالاحمر، هيتبقى الاي سي. والناحيه الثانيه الحته اللي بالازرق دي هشيل منها الحته اللي بالاحمر، يتبقى البي دي. فيبقى الاي سي قد البي دي. لا مش فاهمها يا مستر. هقول لك تخيل كده ان في اتنين واقفين قدامي دلوقتي، ده معاه 100 جنيه وده معاه 100 جنيه. في اتنين تاني هنا، ده معاه 40 جنيه وده معاه 40 جنيه. خلاص دول قد بعض الكبار ودول قد بعض الصغيرين. لما اجي اعمل الكبير اللي هنا ماينس الصغير اللي هنا، 100 ماينس 40 هيتبقى كام؟ 60. ولما اعمل هنا برضو 100 ماينس 40 يتبقى كام؟ 60. يبقى الباقي من الاثنين دول قد بعض. ده نفس القصه، ده الكبير وده الكبير قد بعض، ده الصغير وده الصغير قد بعض. يبقى لما اعمل ده ماينس ده وده ماينس ده، اللي هيتبقى هنا قد اللي هيتبقى هنا. بسطها لك على قد ما اقدر. تعالى اقول لك تكتبها ازاي. هقول له كده in the bigger circle since ME perpendicular على ال AB كاملة then E is midpoint لمين؟ midpoint لل AB كلها. يبقى مين قد مين؟ EA قد EB then EA equal EB. سمي دي نمبر 1. هكرر نفس الكلام على السيركل الصغيرة in the smaller circle. هنقول له since ME المرة دي perpendicular على مين؟ على DC then E هتبقى الميد بوينت بتاع الدي سي، ميد بوينت اوف دي سي. ما دام ميد بوينت يبقى اي سي قد اي دي، اي سي ايكوال اي دي، ودي رقم 2. هقول له ايه بقى؟ هقول له subtracting 1 and 2 او subtracting 2 from 1. الحته الكبيره هنا قد الحته الكبيره هنا، والحته الصغيره هنا قد الحته الصغيره هنا. يبقى لما اعمل ماينس الباقي هنا قد الباقي هنا. subtracting، خلي بالك لما تعمل AE شيل منها EC يتبقى AC، يتبقى AC. ولما تعمل EB كلها، EB كلها هعمل ايه؟ هشيل منها ED، اشيل منها الحته دي يتبقى BD. وهو المطلوب AC equal BD. اسمع تاني واكتب بايدك، اسمع تاني واكتب بايدك. كام؟ اوه ده نمبر كان 7 تقريبا. تعال نشوف. لا ده كان 6. تعال نشوف 6 و7. ده مباشر جدا، ده اكسرسايز 6 ده. بيقول لك هنا ايه؟ خلي بالك في سهم صغير جدا مش باين بس مكتوب هنا اهو. كان كاتب ان الاي بي باراليل للسي دي في علامه باراليل اهي. كان مديني هنا ان الاكس از ميد بوينت. عايز يثبت ايه بقى؟ عايز يثبت ان الواي ميد بوينت. هات الرسمه نعمل زوم سنه صغيره. فكل اللي انا عامله بالازرق ده جيفن. فانا هبدا اقول له ايه؟ اول حاجه هبدا بيها ان ما دام الاكس ميد بوينت يبقى الام اكس بيربنديكولار. ما دام الام اكس بيربنديكولار يبقى الانجل دي ب 90. ماشي. هبدا بقى استخدم الباراليل. في الباراليل عندك يا لتر زد يا لتر اف يا لتر يو، ايه اللي يعجبك؟ انا عن نفسي هشتغل لتر زد، يعني انا هعمل كده. دي ب 90 يبقى دي كمان ب 90. وما دام انا وصلت ان ام واي بيربنديكولار يبقى الواي ميد بوينت. مع التكرار هتحس ان الدنيا سهله ان شاء الله. في ناس هتتفرج على الفيديو ده واللي فات مره واثنين وثلاثه، تبدا الجيومتري قوي جدا ضرب نار، هتعدي قدام باذن الله. تعال نقول بقى هنبدا ازاي. هبدا من تحت. سنس
x is midpoint. midpoint لمين؟ قال لي midpoint لل AB. then mx perpendicular على ال AB. then انا اخترت الانجل دي. واحد يقول لي طب انا عايز اختار الانجل دي. عادي يا جماعه والله ما هتفرق. خلينا نقول m measure angle mxa هي اللي equal 90. كده انا استخدمت الجزء الاول من المساله اللي هو حوار الميد بوينت، طلعت منه ان في انجل ب 90. نبدا نشتغل على الباراليل. since DC parallel BA parallel BA then بص مش هنشتغل لتر زد كده، ممكن اشتغله كده. then الانجل اللي هنا اسمها دي واي ام او دي واي اكس مش هتفرق. measure angle دي واي ام equal measure angle MXA equal 90. كده انا جبت ان دي ب 90 خلاص. ما دام 90 يبقى هي perpendicular. في اخر خطوه او اخر جزئيه اقول له since اصبح دلوقتي الام واي perpendicular على الدي سي then y is midpoint. midpoint لمين؟ midpoint للدي سي of دي سي. اسمع تاني وحل بايدك. last question عايز يجيب اول حاجه انجل دي ام اكس. فين دي ام اكس دي؟ وتاني حاجه عايز يجيب طول دي اي. ما دام مديني طول يبقى اكيد في طول جيفن هنا. هنا كان بيقول لك ايه؟ الراديوس ب 5. ماشي يلا بقى. الراديوس كان طوله ب 5. ما تنسوش يا جماعه عشان نعرف نحل المطلوب التاني. طيب بسم الله. احنا هنشتغل ازاي؟ اول حاجه هبدا من هو خلي بالك مديلك هنا علامه 90 صح. يبقى اقدر اقول ان دي ميد بوينت. ماشي. يبقى كده الحته دي قد الحته دي. ماشي. طب وماذا بعد كده الناحيه الثانيه مديني اكس. ده في حاجه كمان ايه؟ ما دام دي ب 90 يبقى دي كمان ب 90. هو بقى مديلك ان اكس ميد بوينت. صح. ما دام اكس ميد بوينت يبقى هنا في بيربنديكولار يبقى دي 90 كمان. يبقى انا هجيب الانجل دي ازاي؟ كوادريلاترال 360 ماينس 90 بلس 90 بلس 56. كده المطلوب الاول مباشر، هرجع اكتبه بعد شويه. المطلوب الثاني عايز لينس مين؟ عايز لينس الدي اي. طيب هو جه في المساله اكيد مدي طول تاني. اهو هو مدي الراديوس ومدي الاي بي ب 8. اي بي ب 8 نقسمها تبقى 4 و4. ماشي. هروح جاي عامل كونستراكشن توصيله، هوصل ام اي راديوس ب 5. ليه بقى؟ في التراينجل ده في 90 والحته دي ب 4 ودي ب 5، يبقى هجيب الثالثه تطلع ب 3 سنتيمتر. مش ده المطلوب، هو عايز الحته اللي تحت دي ايه؟ عملناها قبل كده يا مستر. عايز الحته دي الكبير ده راديوس ام اي ب 5، جبنا الحته دي ب 3، هعمل 5 ماينس 3 يطلع الدي اي ب 2. عايز تسمع الرغي ده تاني؟ الشفوي الاورال تشغيل الدماغ. ماشي. وبعد كده تبدا تكتب او شوفني وانا بكتب وارجع انت اعمل كل ده من اول وجديد. ده يا جدعان التكرار للشطار، موضوع منتهي. هتكرر هتبقى واحد من الناس الشاطره جدا باذن الله. مش هتكرر هتقعد تشتكي بقى ان البروف صعب واني مش بعرف اكتبه وانا بعرف احل. لا، هنا اللي عارف الخطوات دي هيعرف يكتب. اغلب الوقت بتبقى انت مش عارف الحل اصلا، فبترمي بلاك او بترمي مشكلتك على البروف. فتعالوا نسمي الله ونبدا من عند الاكس ميد بوينت. since x is mid point of AB ولا دي بي بي سي then MX perpendicular على الأخ ده بي سي
ماشي. then measure angle MXB equals 90 degree. ماشي. بعد كده هبدأ أقول له بقى since هو مديني ام دي perpendicular وهستخدمها كذا مرة دي. حتة تاني since ام دي perpendicular على ال AB then أنا مش هستخدم حتة الميد بوينت دلوقتي اتقل. then measure angle MDB equal 90. measure angle MDB equals 90 degree. هبدأ أروح أشتغل بقى مين على الكوادريلاترال. هنا 90 وهنا 90. فهبدأ أقول له since MDBX since MDBX is a quadrilateral then الأنجل المطلوبة كان اسمها DMX equals 360 minus ال 90 وال 90 وال 56. 90 plus 90 plus 56 تطلع كام؟ تطلع 124 degree. الكلام ده اتكتب قبل كده في مسألة تانية مش دي. نيجي بقى للنص التاني، هنروح عاملين كده الجزء التاني. هنبدأ نقول له ايه بقى؟ since نقوله جديد كأنك بتحل مطلوب تاني مسألة تانية. since MD perpendicular على ال AB then D is midpoint. ايوه الحته اللي انت كنت عايز تقولها من الاول midpoint لل AB of AB. يبقى AD قد ال DB او اقول له ال AD نص ال 8. اوعى تكون ناسي ال 8 اللي قلنا عليها من بدري دي. يبقى AD equal half ال AB يعني يبقى نص ال 8 4 سنتيمتر. ثم نروح كاتبين كده construction draw MA. MA radius كان بكام في المسألة؟ ب 5. وابدأ أقول له بقى in triangle MDA in triangle MDA since MDA ب 90 measure angle MDA equals 90 degree then السايد اللي ناقص MD هجيبه منين؟ من بايثاغورس. then MD equals square root كبير باور 2 minus صغير باور 2 root 5 باور 2 minus 4 باور 2 طلعت 3 سنتيمتر. آخر حاجة خلاص بنخلص. since ME is a radius يعني ب 5 سنتيمتر then الحتة الصغيرة اللي مطلوبة تحت باقي ال 5. أنت مش جبت دي بال 3 وده كله ب 5 باقي ال 5 كام؟ 2. يا عم مش فاهم ايه؟ لا اله الا الله. دي كلها ب 5. جبت الحتة اللي فوق ب 3 يبقى اللي باقي تحت 2. 5 minus 3 يبقى then الحتة اللي تحت كان اسمها دي اي. 5 minus 3 equals 2 سنتيمتر. اتمنى ما تكونش الحصه طويله، ما اعرفش انا خدتها كلها بفضل الله بفضل الله بفضل الله دايركت شوت واحد يعني. اخر حاجه يا جماعه منت قبل ما تقفل، بس بالله عليك لو سمحت كل مثال هنا يتكتب مره واثنين وثلاثه. ايه يا مستر هو انا احفظه؟ لا، دماغك لما بتشتغل على نفس الافكار كذا مره اولا بتكتسب سرعه، ثانيا بتكتسب ثقه، وانت مش محتاج حاجه غير دول. ايدك هتبقى اسرع. تكرار الخطوات يا جماعه مش حفظ، هنا انت بتثبت الخطوات الاساسيه، خاصه الامثله مختلفه. بعد كده لما تروح على الواجب هتلاقي نفس الافكار مقلوبه بقى ليترز مختلفه، فهتلاقي ان انت في الواجب ايدك برضو سريعه باذن الله. ولما يقابلك سؤال جديد تبدا تفكر، وبعد ما تطلع الاجابه تبدا تشوف هتكتبها بروف ازاي. وان شاء الله لو في اي تفاصيل عايزين نرتبها مع بعض او لو في موديل انسر او لو في فيديو الواجب ان شاء الله تبدا تقارن وتشوف لو حل بنفس الطريقه.
طب لو حل بطريقه مختلفه تقدر تبعت لنا صوره واحنا نقول لك الاجابه صح، او الاجابه دي لا ما ينفعش كنت تمشي بالخطوات دي دلوقتي، او لا دي مثلا الكلام ده مش مظبوط، او نقول لك بسم الله ما شاء الله ده حل تاني وحل جامد، ونحييك ونشجعك ان شاء الله يا حبيب قلبي. اخر الفيديو بنحمد ربنا الحمد لله رب العالمين. اللهم انا نسالك عملا متقبلا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.